السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلبة تانية ثانوي، طلاب الشعبة العلمية، أهلا وسهلا بيكم. معادنا دلوقتي مع حل امتحان محافظة الجيزة لمادة الرياضة التطبيقية. وصف الفيديو في قناتنا على التليجرام اللي بينزل عليها الحل بتاعنا بتاع الحصص، وبينزل كمان عليها كل ملخصات المادة، وسايب لك قائمة تشغيل الامتحانات، وسايب لك قائمة تشغيل مراجعات مادة الرياضة التطبيقية. يلا بينا نسمي الله على طول، نبدأ بأول سؤال في محافظة الجيزة مادة الرياضة التطبيقية. بيتكلم على أي المجموعات بتاعت القوى اللي موجودة في الاختيارات دي لا يمكن أن تكون متزنة. بتختار المجموعة اللي فيها أقل قوتين أصغر قوتين مجموعهم أصغر من التالت. فهنا أصغر اتنين مين؟ السبعة والثمانية مجموعهم 15، أكبر من التالت ده كده في اتزان. أصغر اتنين مين؟ التسعة والتلاتة مجموعهم 12. هل هم أكبر من 15؟ لا، أقل من 15، يبقى دي ما تنفعش. دي أصغر اتنين 18 أكبر من التالتة، دي تنفع. أصغر اتنين 10 اللي هو 4 و6 أكبر من التمانية يبقى دي برضو تنفع. يبقى الوحيدة الإجابة ب، دي القوة اللي ما ينفعش تكون متزنة. السؤال رقم 2، محصلة قوتين الزاوية بينهم 100، أو إذا كانت محصلة قوتين الزاوية بينهم 100 تميل على القوة الصغيرة بزاوية سيتا. أنا هرسم زاوية منفرجة بكام؟ ب100. المحصلة بتميل على القوة الصغيرة بزاوية سيتا. خد بالك بقى، انت عندك قوة صغرى وعندك قوة كبرى. المحصلة على طول بتبقى أقرب للقوة الكبيرة. حلو، يبقى دي كده الزاوية ما بين المحصلة والصغيرة اللي هي مين؟ اللي هي سيتا. أي من القيم تصلح أن تكون سيتا. ركز كده، لو أنا حطيت 100 يبقى معنى الكلام إن المحصلة في اتجاه الكبرى، وده ما ينفعش، المحصلة تبقى ما بينهم. طب لو حطيت 50 هتبقى هنا 50 وهنا 50، لأن ال100 تقسم كده 50تين، يبقى كده المحصلة في النص. طب المحصلة ما تبقى في النص يبقى القوتين متساويتين، مفيش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، يبقى دي ما تنفعش. لو حطيت دي 40 هتبقى دي كام؟ لو الزاوية سيتا دي ب40 هتبقى دي بكام؟ ب60. يبقى معنى الكلام إن هي قريبة للصغيرة، لا هي المفروض تكون قريبة لمين؟ للكبيرة، فدي برضو ما تنفعش. طب لو دي بقت ب70 هتبقى دي بكام؟ ب30. يبقى هي فعلا كده لما تبقى الزاوية مع القوة الصغيرة كبيرة تبقى المحصلة كده قريبة للقوة مين يا شباب؟ للقوة الكبرى فعلا. يبقى الزاوية الوحيدة اللي تنفع لما تكون سيتا بكام؟ ب70. اللي بعده، عدد المستويات التي تمر في 3 نقط ليست على استقامة واحدة. لو عندي 3 نقط مش على استقامة واحدة بيمر بيهم هو مستوى واحد، يبقى على طول اختار الإجابة الأولى. السؤال رقم 4، قوة مقدارها 6 جذر 3 تعمل في اتجاه 60 شرق الشمال. واضح كده اللي أنا لازم أرسم عشان ما تهش. هرسم الإحداثيات. القوة 6 جذر 3 في 60 شرق الشمال، يعني ما بين الشرق والشمال. أدي الشرق وأدي الشمال. اتفقنا قبل كده من شغلنا اللي فات ان ال60 تبقى مع البعيد، يعني تبقى مع الشمال. عايز ايه؟ حللناها المركبتان متعامدتان. عايز مركبه في اتجاه الشرق، طالما حللتها المركبتان متعامدان، واحده في الشرق يبقى الثانيه في الشمال. انت عايز مركبه الشرق، يبقى دي كده 6 جذر 3 عايز مركبتها في الشرق. مركبه الشرق بقى بجيبها ازاي؟ بتعمل شرط، بتكتب اللي انت بتحللها في جاه الزاوية البعيدة عنها اللي هو 60. ما ده الشرق، فالزاوية البعيدة عنها يعني الزاوية اللي مع الشمال، على جاه المجموع اللي هو جاه 90. جاه 90 بواحد، هتحسب دي بالآلة هتبقى 6 جذر 3 في جذر 3 على الاتنين، هيبقى هنا 3 في 3 ب9. دور بقى عليها في الاختيارات، موجودة معاك الإجابة الأولى. السؤال رقم 5، وضع جسم وزنه 50 نيوتن على مستوى أملس يميل على الأفق بزاوية سيتا. لا، واحدة واحدة. هرسم المستوى الأفقي، وادي المستوى اللي بيميل على الأفقي، بيميل بزاوية كام؟ سيتا. ادي سيتا. حطينا الجسم على المستوى. ألف ب شغل حل مستويات إن أنت تنزل الوزن وتطلع رد الفعل. الوزن بتاع الجسم بينزل رأسيا،
يعني عمودي على الأفقي، وزنه 50. كمل. رد الفعل بيكون عمودي على المستوى. بيقول لك بقى ايه؟ مركبة الوزن في اتجاه عمودي على المستوى هي 25. ده كده العمودي على المستوى. فلما تحلل دي هنا بتحللها 25. هات لي سيتا تبقى بكام؟ طيب دي لما بحللها في الاتجاه ده بحللها برضو في الاتجاه العمودي التاني اللي هو في اتجاه المستوى. ركز بقى كده معايا. دي السيتا تبقى دي سيتا. المفروض لو انا بحللها هنا كنا بنقوله مطرح ما تنام خد جيب التمام. يعني انا هنيمها على هنا على العمودي، فهاخد الجتا اللي ما بينها وما بين العمودي. يبقى انا لما اجي احللها تبقى 50 جتا سيتا. يبقى المكان ده اللي هو ال 25 هو ال 50 جتا سيتا، وبحللها هنا تبقى 50 جا مين؟ جا سيتا. تقدر تجيب لي السيتا؟ خلاص بقى شغل حساب مثلثات. هنقسم على 50 في الطرفين. دي راحت مع دي هتبقى جتا سيتا بتساوي نص. شغل آلتك بقى شيفت كوزين نص هتلاقي سيتا بتساوي 60 درجة. دور عليها موجودة معاك الإجابة ج. السؤال رقم 6. ق و6 قوتان محصلتهم ح. المحصلة بتنتمي من 8 لكاف. هات لي ق زائد كاف. بص بقى محترم، المحصلة بيبقى ليها قيمة صغرى وليها قيمة عظمى. القيمة الصغرى لما تبقوا القوتين عكس بعض وبجيبها بالفرق. القيمة العظمى لما يبقوا القوتين في نفس الاتجاه وبجيبها بالمجموع. حلو. يبقى معنى الكلام ان اول حاجة المحصلة بتنتمي ليه اللي هي القيمة الصغرى اللي هي الفرق. يعني القاف ناقص الستة اللي هو الفرق ما بينهم هيساوي القيمة الصغرى اللي هي 8. تاني حاجة اللي هي الكاف دي كده القيمة العظمى للمحصلة اللي هي بتساوي المجموع. يعني ق زائد 6 هتساوي كاف. حلو. هنا ممكن اجيب القاف اطلع الستة بعكس الاشارة تبقى القاف بتساوي 8 زائد 6 يبقى القاف بتساوي 14. لو انا عوضت هنا ب 14 زائد كاف يبقى على طول زائد 6 يبقى الكاف بتساوي 20. خد بالك بقى جبت القاف ب 14 والكاف ب 20 هو عايز مجموعهم. يعني 14 زائد 20 يعني 34. دور عليها موجودة معاك الإجابة د. سؤال رقم 7. إذا كانت القوة متزنة. حلو. هات لي ق. السؤال ده محتاج واحد بيلمح كويس جدا عشان يجيب الإجابة وهو حاطط رجل على رجل. ما يقعدش يشتغل بقى شغل اتزان ويجيب الزوايا ويحلل والقصة اللي انت فاهمها دي. أولا دي 6 بتميل مع السينات 30 يبقى بتصنع مع الصادات 60 لأن دول متعامدين. دي ق بتميل مع السينات السالب 30 يبقى بتميل مع الصادات 60 لأن دول متعامدان. دي 90 دي برضو 90. فلو ركزت كده مع الزوايا اللي بين القوى اللي في ما بينهم اتزان هتلاقي الزاوية ما بين الستة وقاف 120 والزاوية ما بين القاف والستة 90 و30 120 والزاوية ما بين الستة والستة 30 و90 برضو 120. اللي انت شايفه ان الزوايا ما بين القوى اللي في ما بينهم اتزان متساوية. طب انا قايل لك المعلومة دي قبل كده لما تبقى الزوايا متساوية تبقى القوى برضو متساوية. يبقى على طول ق هتساوي اي واحدة فيهم هتساوي كام يا شباب؟ 6. يبقى تاني بشغل هندسة بسيط جبت الزوايا ما بين القوى لقيت الزوايا 120 يعني الزوايا متساوية. فلما تبقى الزوايا متساوية تبقى القوى متساوية. الكلام ده انت جبته منين؟ جبته من قاعدة لامي. قاعدة لامي بتقول لك ان في تناسب ما بين القوى وجيوب الزوايا. يعني القوة الأولى على جيب الزاوية بين الثانية والثالثة هي القوة الثانية على جيب الزاوية بين الأولى والثالثة هي القوة الثالثة على جيب الزاوية بين الأولى والثانية. ففي تناسب ما بين القوة والجيوب. طب لو الزوايا اللي تحت دي متساوية يبقى القوة اللي فوق هتبقى متساوية. تمام. اللي بعده دخلنا بقى على المخروط شغل الهندسة الفراغية. بيقول لك مخروط دائري قائم معادلة قاعدته هي س ناقص 2 تربيع وصاد ناقص 3 تربيع بتساوي 25. كلنا عارفين المخروط ده اللي هو شبه القرطاس. القاعدة بتاعته بتبقى دايرة. حلو. هو مديني المعادلة بتاعت القاعدة يبقى هو كده مديني معادلة الدايرة. هستنتج منها حاجتين. الحاجة الأولى المركز بتاع الدايرة اللي هو جنب السين جوه وجنب الصاد جوه بعكس الإشارة 2 و3. وهستنتج إن اللي بره ده هو نق تربيع
فلما نق تربيع ب 25 يبقى نق بتساوي 5، يبقى نص القطر بكام؟ ب 5 سم. كمل بقى. وطول الراسم ب 13، الراسم ده اللي هو الحرف بتاع القرطاس ب 13. عايز ايه؟ عايز الحجم. طب قانون الحجم بتاع المخروط، الله ينور عليك، تلت مساحة القاعدة يعني مساحة الدايرة يعني باي نق تربيع في الارتفاع اللي هو عين. يبقى مساحة أو الحجم بيساوي تلت مساحة القاعدة يعني مساحة الدايرة في الارتفاع. طب يا أستاذ أنا أقدر أجيب مساحة القاعدة لأن عندي نص القطر. عندي كده مشكلة صغيرة، الارتفاع فين؟ هو ال5 ولا ال13؟ لا، الارتفاع أهو. طب ده هجيبه منين؟ من المثلث القائم. فيثاغورس عين هتساوي جذر 13 تربيع ناقص 5 تربيع يعني ب 12 سم. فاضل ايه؟ فاضل تعوض في القانون وتحسب. ادي 1 على 3 في باي في نق تربيع يعني 5 تربيع ب 25 او هي على بعض في الارتفاع ب 12 على 3 فيها الواحد على 3 فيها الاربعة، 4 في 25 ب 100 في باي 100 باي سنتيمتر مكعب. دور عليها موجودة معاك الإجابة ب. سؤال رقم 9 بيقول لك أثرت القوة الثلاث 5 و10 و4 جذر 7 في نقطة مادية، وكان قياس الزاوية بين الأولى والثانية 60. يعني أنا عندي ال5 وعندي ال10 الزاوية ما بينهم 60، التالتة ممكن تبقى في أي حتة 4 جذر 7 ماشي. عايز مجموع القيمة العظمى والصغرى للثلاث قوة. طيب طبعا انت هتجيب او انت عارف ان انت لو عايز تجيب محصلة الثلاث قوة دولت ممكن اجيب محصلة الاولى والثانية واشغلها مع محصلة الثالثة. طب انت ليه قلت الكلام ده؟ لان الاولى والثانية اقدر اجيبها المحصلة بسهولة لان عندي القوتين وعندي الزاوية ما بينهم. يبقى انا هجيب محصلة الاولى والثانية اللي هي محصلة ال5 وال10. القانون بيجي جذر كبير ربع ربع، ربع الاولى ربع الثانية يعني ربع ال5 زائد مربع ال10 بعد كده زائد 2 في 5 في 10 في جتا الزاوية ما بينهم 60. ده قانون المحصلة العادي. جتا 60 بنص فيطير الاتنين بقى عندي 25 و100 125 زائد 50 يبقى 175. الجذر بتاع ال 175 جذر 175 ب5 جذر 7 5 جذر كام يا شباب؟ 7. يبقى المحصلة بتاعت الاتنين دول 5 جذر 7. ركز بقى معايا. يبقى كده الثلاث قوة بقوا قوتين، ال5 جذر 7 اللي هما مكان ال5 وال10 خلاص، وال4 جذر 7. عايز القيمة العظمى. القيمة العظمى لما يكونوا في نفس الاتجاه، فلما اجيب القيمة العظمى اجمعهم. ال5 جذر 7 وال4 جذر 7 يعني 9 جذر 7. طب الصغرى لما يكونوا عكس الاتجاه يبقى اطرح 5 جذر 7 ناقص 4 جذر 7 يدينا 1 جذر 7. انا عايز مجموعهم مع بعض. طب 9 جذر 7 و1 جذر 7 10 جذر 7. دور عليها موجودة معاك الإجابة ج. سؤال رقم 10 قوتان مقدارهم 6 و8 والمحصلة ب2، عايز الزاوية ما بينهم. خليك لماح. 6 8 2 العلاقة ان الاتنين دي اللي هي المحصلة بتساوي الفرق، الاتنين بتساوي 8 ناقص ال6. طب انا لسه قايلها لك من شوية، لما المحصلة تساوي الفرق ما بين القوتين ده معناه ان القوتين عكس بعض في الاتجاه. يعني مثلا ال8 في اليمين وال6 في الشمال، تبقى الزاوية ما بينهم كام؟ الله ينور عليك، ب 180 درجة. في مسائل جت كتيرة في امتحانات قبل كده برضو كانت المحصلة بتساوي المجموع، يبقى الزاوية يبقى هما الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى الزاوية كانت تبقى 0 واختار الإجابة د. السؤال رقم 11 جسم وزنه 18 موضوع على مستوى ماء الأملس يميل بزاوية 30. ادي الافقي، ادي المستوى، ادي الزاويه 30، ادي الجسم، ادي الوزن رأسيا عمودي على الافقي 18، ادي رد الفعل العمودي. يتزن الجسم تحت تأثير قوة أفقية مقدارها ق. تروح تشد الجسم بقوة في اتجاه الأفق اسمها ق. هات لي ق بقى زائد ر. هتبدأ تشتغل قاعدة لامي. قلنا قبل كده ده أفقي بيوازي الأفقي،
يعني الزاوية 30 بتساوي الزاوية دي بالتناظر، يعني دي 30. طب ما دي 90، يعني دي كلها 120. طب ما دي 30 دي 90 يبقى دي 60، يعني دي كلها 150. طب ما ده أفقي وده رأسي، يعني دي 90. بقى عندك كده الزوايا ما بين القوى، فتقدر تستخدم قاعدة لامي على الهادي. القوة الأولى ق على الزاوية بين الاتنين التانيين اللي هي ر و18 اللي هي 150، يبقى على جا 150. القوة التانية ر على جا الزاوية ما بين ق وال18 اللي هي 90. القوة التالتة 18 على جا الزاوية بين ق ور اللي هي جا 120. تقدر بكل بساطة تجيب ق وتقدر تجيب ر بالمقصات وبعدين تجمعهم زي ما هو عايز في السؤال. طب يلا بينا. ق هتساوي 18 في جا 150 على جا 120. ممكن تحسبها بالآلة، أنا هحسبها من غير آلة. هتبقى 18 على جذر 3 يعني 6 جذر 3 من غير آلة. حسبتها بدماغي. انت بقى دخل الشكل ده على الآلة عشان ما تقولش انت جبتها منين كده. دخل 18 في ساين 150 على ساين 120. حلو الكلام. تعال نجيب ر. جا 90 بواحد في 18 على جا 120. دي هتبقى 18 في 2 على جذر 3 يعني 12 جذر 3 لما برضو تحسبها بالآلة. يبقى أنا على طول عايز أجمعهم 6 جذر 3 زائد 12 جذر 3 يطلع لي 18 جذر 3. دور بقى عليها في الاختيارات، موجودة معاك الإجابة د. نشوف السؤال رقم 12. بيقول لك أ ب ج د ه و سداسي منتظم. أثرت القوى الأربع قوى دولت في الأضلاع أ ب أ ج أ ه أ و. عايز المحصلة بكام؟ مبدئيا هنرسم الإحداثيات وهم كلهم طالعين من أ، فتبقى النقطة الأساسية بنقطة الأصل بتاعتك أ. أدي رسمة السداسي. يبقى ده ب، ده ج، ده د، ده ه، ده و. القوة الأولى 15 ماشية في أ ب. التانية 5 جذر 3 ماشية في أ ج. التالتة 5 جذر 3 ماشية في أ ه. الأخيرة 15 ماشية في أ و. بنعمله الجدول ده س ص أو قوة زاوية. قوة 15 هي زاويتها هي في الشرق يعني زاويتها صفر. القوة التانية 5 جذر 3 بتبدأ تقيس دي. طب بجيبها ازاي؟ أقول لسيادتك إن الأقطار بتاعت السداسي المنتظم بتقسم، لو وصلت القطر ده الثلاث أقطار دول بيقسموا الزاوية دي كلها لثلاث زوايا متساوية. طب زاوية السداسي 120 يبقى دي 30 دي 30 دي 30 دي 30. فأول حاجة دي بقى تبقى قياسها 30. القوة التالتة 5 جذر 3 هي كده كده في الشمال فبتبدأ تقيس كده يعني 90. القوة الأخيرة 15 زاويتها هي آخر حاجة يعني 120. بجيب السين بجيب الصاد، بتكتب 15 جتا الزاوية زائد 5 جذر 3 جتا الزاوية زائد 5 جذر 3 جتا 90 زائد 15 جتا 120 وتحسبها. نفس الكلام بالآلة بقى. 15 جا الزاوية زائد 5 جذر 3 جا الزاوية زائد 5 جذر 3 جا 90 زائد 15 جا 120 واحسبها هيطلع لي رقم. المحصلة هتتجاب ازاي؟ جذر مربع السين تربيع زائد الصاد تربيع. هتربع ده وتربع ده وتجمعهم وتاخد الجذر. هيطلع لك الناتج معاك الإجابة ب اللي هو كام يا شباب؟ 30 نيوتن. أنا بوفر وقتك بس عشان ما استخدمش الآلة وأضيع وقت في الحسبة دي كلها. احسبها هتلاقي رقم هنا، هتلاقي رقم هنا، هتربع تربع تجمع تاخد الجذر تلاقي القيمة كام؟ 30. السؤال رقم 13. جسم وزنه 36 ثقل كيلو جرام متعلق بحبلين، الحبلين دول يميلان على الرأس بزاويتان قياسهم 30 و60. هات لي الشد الأول والشد الثاني. مبدئيا في قاعدة لامي ليها اختصار. الزاويتين دول متعامدتين. حلو. فأنت هيبقى عندك الشد الأولاني على جا الزاوية البعيدة اللي هي 60 بيساوي الشد الثاني على جا البعيدة اللي هي 30 بيساوي المجموع بيساوي الوزن على جا المجموع اللي هو 90. ده كده اختصار لقاعدة لامي أو حالة خاصة من قاعدة لامي. جا 90 بواحد يبقى الشد الأولاني
36 في اللي تحتيه جا 60 هيطلع 18 جذر 3. الشد التاني 36 في جا 30 يعني 18. هو عايز دي زائد على فكرة مفروض مجموعهم، فهتجمع 18 جذر 3 زائد 18 مش موجودة كده في الاختيارات. هاخد ال 18 عامل مشترك هيتفضل واحد، لما اخد هنا ما يتفضلش حاجة الا واحد، ودي 18 جذر 3 خدت ال 18 فيتفضل جذر 3 يعني الإجابة بتاعتك الإجابة د. سؤال 14 سؤال هندسة فراغية. لام واحد ولام اتنين مستقيمان متوازيان وهما الاتنين جزء من المستوى س. ادي المستوى س، ادي لام واحد وادي لام اتنين بيوازوا بعض جوه المستوى س، ولام واحد ولام اتنين برضو جزء من المستوى ص. الحالة دي ما تحصلش الا لما يكون المستوى س هو اصلا المستوى مين؟ ص. يبقى هتختار س بيوازي ص، لا دول منطبقات. س تقاطع ص في لام واحد، لا ده لام واحد ولام اتنين جوه س وجوه ص، يعني التقاطع في لام واحد ولام اتنين. طيب س تقاطع ص في لام اتنين، لا هي ما فيش فيها الا ان المستوى س هو المستوى ص، يعني تختار الاجابه د. وممكن ما يقولش يساوي، ممكن يقول منطبقات. مستوى س والمستوى ص منطبقات. رقم 15 هرم سداسي منتظم حجمه 8 جذر 3 وارتفاعه 4. هات لي محيط القاعده. هو حجم الهرم بيساوي ايه؟ حجم الهرم بيساوي تلت مساحه القاعده في الارتفاع. قايل لي بيساوي 8 جذر 3. حته كده اولى ثانوي، تلت دي تنزل زي ما هي. مساحه قاعده السداسي يعني هجيب ربع نون س تربيع ذات باي على نون، دي مساحه السداسي انت خدتها قبل كده. طيب يبقى ربع نون س تربيع ذات باي على نون، القانون ده منين؟ من اولى ثانوي. في الارتفاع قايل لي ب4 بيساوي 8 جذر 3. ادي تلت، ادي المساحه بتاعت القاعده، ادي الارتفاع. ركز بقى معايا، هتعمل عمليه تعويض. التلت زي ما هي، الربع زي ما هو، النون ده اللي هو عدد الاضلاع 6، السين تربيع اللي هو طول الضلع ما اعرفوش، ما انا عايز محيط القاعده يعني طول الضلع فيه 6. حلو. زتا باي على نون يعني زتا 180 على 6 في 4، كل ده بيساوي 8 جذر 3. ما تزعلش نفسك، اختصاراتك الجميله هتبسط الدنيا. ال4 فوق مع ال4 تحت. بالله عليك بالله عليك اوعى تعمل الحركه دي، اوعى تقول لي ال6 دي تروح مع ال6 دي. ليه يا استاذ؟ ما دي فوق ودي تحت، حبيب قلبي دي جوه الزتا، فما ينفعش اختصر والزتا كده كده حبساها بالبلدي كده. طيب على ال3 فيها الواحد، على ال3 فيها الاثنين، جميل. على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين بره فيها الاربعه، حلو. هتحسب دي بالاله، زتا 180 على 6 يعني زتا 30 من غير آلة بقى. هي الزتا 30 دي مقلوب الزتا 30، فالزتا 30 واحد على جذر 3 يبقى مقلوبها بجذر 3 مضروبة في س تربيع بيساوي 4 جذر 3. الجذر يروح مع الجذر، بقت الس تربيع ب4، اخد الجذر، جذر ال4 2. يبقى محيط القاعدة هو طول الضلع اللي هو الس ده في عدد الأضلاع 6، يعني 6 في 2 يعني 12 سم، يعني تختار الإجابة ج. السؤال رقم 16 إذا كانت الكرة اللي قدام منك دي في وضع توازن والخيط يميل على الرأس بزاوية 30 فإن الشد ورد الفعل بكام؟ طبعا دي الحالة بتاعت إن أنا حطيت كرة على حيطة وشدتها بحبل من نقطة أعلى نقطة تماس الكرة مع الحيطة، فأنت كده عندك 3 قوة هم اللي عملوا اتزان للكرة دي على الحيطة. القوة الأولى هي قوة الوزن ال 12، القوة الثانية هي قوة رد الفعل العمودي، القوة الثالثة هي قوة الشد. فأنت هتشتغل مين؟ هشتغل لامي طبعا. مين اللي قال لك؟ عشان في زوايا، لو في أضلاع هشتغل قاعدة المثلث. يبقى دي 30 دي 90 يبقى دي 60. الأخت اللي جنبها دي مكملة ليها، يعني أطرحها من 180 تبقى 120، وده 90 وده 90. شكرا، جبت الزوايا ما بين القوة، مشكلتك اتحلت. الشد على جيب الزاوية بين رهو 12 جا 90 بيساوي رد الفعل على جيب الزاوية بين الشد و12 يعني جا 150 بيساوي
الوزن 12 على جيب الزاويه بالرهو والشد اللي هي جايه 120. تقدر تجيب الشد بالمقصات دي تحتها واحد، يبقى الشد هيساوي واحد في 12 ب 12 على جا 120، يعني 12 على جذر 3 على الاتنين، يعني 24 على جذر 3، يعني 8 جذر 3. هات لي رد الفعل، ممكن تحسبها بالآلة. 12 في جا 150 على جا 120، يعني 12 على جذر 3 يعني 4 جذر 3. يبقى على طول الشد ب 8 جذر 3 ورد الفعل ب 4 جذر 3. موجود الكلام ده فين؟ اهو. الاولاني الشد، الاولاني 8 جذر 3، الثاني رد الفعل، الثاني 4 جذر 3 اللي هي الاجابه ب. سؤال 17 وده سؤال جميل جدا، لان في طلبه كتير بتدخل الامتحان وهي ناسيه القوانين بتاعه الهرم الثلاثي المنتظم الوجوه. عندك معلومه مهمه قوي قبل ما احل السؤال، ان ضعف مربع ضلعه بيساوي 3 أمثال مربع ارتفاعه. يبقى الهرم الثلاثي مش العادي، دي حالة خاصة، المنتظم الوجوه ضعف مربع ضلعه 3 أمثال مربع ارتفاعه. الحاجة دي جت منين؟ جت بإثباتات هندسية، فأنا مش عاوز أوجع دماغك بيها. طيب الارتفاع ب4، عايز المساحة. في قانون للمساحة لم تربيع جذر 3، يعني مربع طول الضلع بتاعه بتاع قاعدته في جذر 3، برضو جت بقوانين يعني. فانا اقدر اجيب لم تربيع من الحته دي، لان انت عندك علاقه بتربط الضلع بالارتفاع، وهو مديك الارتفاع فتقدر تعوض فيها تجيب الضلع. بقى عندي 2 لم تربيع بتساوي 3 في 4 تربيع، يعني 3 في 16 على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها 8، بقت لم تربيع هي 3 في 8 يعني 24. طب يا حبيب قلبي المساحة لم تربيع جذر 3، مش محتاج اخد الجذر، هشيل لم تربيع احط 24 وادي جذر 3 جنبها زي ما هي. دور على دي في الاختيارات، موجودة معاك الإجابة د. السؤال رقم 18، هات لي محيط الدايرة اللي معادلتها س تربيع ص تربيع 6 س 8 ص ناقص 24. محيط الدايرة ليه علاقة بنص القطر، وعشان اجيب نص القطر ليه علاقة باللام والكاف والدال لما تبقى المعادلة على الشكل ده. طيب نص القطر بيساوي نص قطر الدايرة جذر لام تربيع كاف تربيع ناقص د، اللي هو حد المطلق بتاع المعادلة. تجيب بقى انت ازاي اللام اللي هو بتاع المركز؟ هتضرب معامل السين في سالب نص يطلع لك سالب 3، تضرب معامل الصاد في سالب نص تجيب الكاب بتسالب 4. خلي بالك بقى دي ودي سالب 3 والسالب 4 دول هما بتوع مين؟ بتوع المركز، احداث المركز. حلو، هتربعهم، فالثلاثة هتتربع تبقى 9، الأربعة هتتربع تبقى 16 ناقص. خد بالك بقى الدالة اهي بإشارتها وفي ناقص في القانون، يعني ناقص 24. سالب في سالب بموجب، و9 و16 25 زائد 24، 25 زائد 24 49، جذر 49 7. يبقى انا كده جبت ان نص القطر بتاع الدايره ب7. عايز المحيط 2 باي نق 2 باي في 7 يعني 14 باي. دور عليها، موجوده معاك الاجابه د. وممكن يطلب منك المساحه بتاعت الدايره، يبقى باي نق تربيع. اللي بعده، اذا حللت القوه 50 الى مركبتين ق واحد وق 2، هات لي ق واحد زائد ق 2. مبدئيا ق واحد دي بتساوي ايه؟ اللي انت بتحللها في جاه الزاويه البعيده على جاه المجموع 30 و90، دي قايمه عن 90 يعني 120. طب ق 2 اللي انا بحللها في جاه البعيده يعني مع القوه الاولى اللي هي 90 على جاه المجموع اللي هو جاه 120. سيادتك بقى هتحسب ديت، هتطلع 50 على 3 جذر 3. لو حسبت دي نص ودي جذر 3 على الاتنين، ده هيروح مع ده يبقى 50 على 3 جذر 3. حلو. طب دي هتبقى 100
على 3 جذر 3. فلما تيجي بقى تجمعهم الاتنين مع بعض، 50 على 3 جذر 3 زائد 100 على 3 جذر 3. هتسيب الجذر 3 ده غلبان كده لوحده وتجمع 50 على 3 مع 100 على 3، يعني 150 على 3 يعني 50. فمجموعهم يطلع بكام؟ 50 جذر 3 اللي هي موجودة معاك الإجابة د. وممكن برضو تحسب بالآلة. رقم 20 وده سؤال عالمي بقى. ليه؟ ده الشبكة بتاعت المخروط. خد بالك بقى، ولو ركزت هتلاقي ده قطاع دائري مديلك الطول بتاع القوس بتاعه. طب هو انت لما تعمل ثاني للقطاع بينتج المخروط، ما احنا عارفين المعلومة دي. بس خد بالك بقى، طول القوس بتاع القطاع اللي انت بتتنيه عشان يديلك المخروط بيبقى هو محيط قاعدة القطاع، يعني محيط الدايرة، محيط قاعدة المخروط. يبقى تاني، ده مخروط الشبكة بتاعته، قايل لك الحجم مفيش مشكلة، عايز المساحة الكلية برضو مفيش مشكلة في الكلام ده. قانون المساحة الكلية بيساوي ايه؟ بيساوي باي نق في لام زائد نق. حلو. فأنا محتاج أجيب نق، هجيبها منين؟ محيط القاعدة بتاع المخروط هو طول القوس بتاع قطاع المخروط. فمحيط القاعدة ده 2 باي نق. طول القوس هو ايه اللي بقى بايه؟ ب 12 باي. كده اقدر اجيب نق. جميل. الباي هتروح مع الباي، اقسم على الاتنين تبقى نق بتساوي 6. وصلت المعلومة؟ حلوة. في معلومة هو مديهاني برضو المفروض استخدمها. الحجم بتاع المخروط 96 باي. الحجم ده قانونه بيساوي ايه؟ تلت باي نق تربيع في عين. قايل لك ب 96 باي. الباي هتروح برضو مع الباي، ادي التلت النق اللي هي 6 اللي انا لسه جايبها تربيع في عين بتساوي 96. 6 في 6 ب 36 على 3 ب 12 في عين ب 96. هنقسم على ال 12 هيطلع الارتفاع بيساوي 8. خد بالك بقى لما يبقى الارتفاع ب 8 ونص القطر ب 6 تقدر تجيب الراسم اللي هو لام. اقدر اجيبه بنظرية فيثاغورس. 6 تربيع زائد 8 تربيع يطلع ب 10. تقدر بقى كده تعوض في قانون المساحة الكلية. باي في نق اللي هي 6 يبقى 6 باي في لام اللي هي ب 10 زائد نق اللي هي 6. 6 زائد 10 16 في 6 ادي كده 16 في 6 ادي كده 60 و36 96. 96 ايه؟ باي. موجوده معاك الاجابه د. في طلبه جميله قوي بقى تقول لك ايه؟ هختار ده شبه ده وخلاص. لا، ده مش زي ده، لان ده بوحده الحجم سنتيمتر مكعب، لكن المساحه دي سنتيمتر مربع. فال 96 باي مكعب غير ال 96 باي مين؟ مربع. تمام. ندخل على السؤال الاول في المقالي. اولا ده سؤال عالمي ومحتاج طالب بقى مركز كده وبيرسم برضو كويس. بيقول لك ا ب سلم منتظم. ماشي. وزنه 36. جميل. يرتكز باحد طرفيه ا على حائط رأسي املس. حته ان الحائط املس يعني رد الفعل بيكون عمودي، وبطرفه الاخر ب على ارض افقيه خشنه. خد بالك بقى ما تفكرش ان هنا في احتكاك. هو في احتكاك على فكره، بس انت ايه، ده كان السنه اللي فاتت ما كانش لسه الاحتكاك نزل. تمام. بس احنا كنا بنقوله ان لما يبقى عندك الارض خشنه رد الفعل بيكون غير معلوم. تمام. فانا هشتغل لان ما عنديش ولا سؤال هنا في احتكاك. السنه دي بقى ان شاء الله في المراجعه لما هنراجع هنحط لك بقى الدرس بتاع الاحتكاك او الدرسين بتوع الاحتكاك. طيب اذا كان السلم في وضع الاتزان يبقى انا هرسم الارض اللي هو الافقي، هرسم الراس اللي هو الحيطه. اولا ده املس هخربشه كده بالراحه. المعلم اللي تحت ده خشن، هتقل الخربشه بتاعته. ركز بقى معايا. هحط السلم على الحيطه وساند عند نقطه ا، وعلى الارض ساند عند نقطه ب. جميل. ا ب شغل، هتنزل الوزن وتطلع رد الفعل. الوزن طالما هو منتظم يبقى يؤثر في المنتصف. ادي 36.
رد الفعل بتاع الحائط املس، فرد الفعل بيبقى عمودي اسمه ره واحد. ركز بقى معايا، رد الفعل بتاع الارض الخشنه بيكون غير معلوم الاتجاه. حلو حلو، بس انت عندك طالما في حاله اتزان والجسم متزن تحت تاثير ثلاث قوى، لازم الثلاث قوى دول يمروا بنقطه واحده. فانت عندك قوتين عارف الاتجاه بتاعهم، فانت عشان تعدي القوه الثالثه بيهم كلهم يتقاطعوا في نقطه واحده لازم توصل القوتين ببعض، فهوصل دي. فالوزن قطع رد الفعل في النقطه دي، يبقى رد الفعل الغير معلوم هيمر بنفس نقطه تقاطع الوزن مع رد الفعل الاولاني، عشان انت في حاله اتزان، وعشان نقطه طلاق او لو يبقى في اتزان القوه كلها بتتقاطع في نقطه ايه واحده. يبقى ده رد الفعل الثاني بتاع الارض الخشنه. تعال بقى نحط ارقامنا. فاذا كان السلم في وضع الاتزان عندما يكون طرفه أ على بعد 3 متر من الارض، أ على بعد 3 من الارض، سمي دي د يا عم، سميها ج، يبقى ده 3 متر. وطرفه ب على بعد 2.5 متر من الحائط، دي كلها 2.5 متر. حلو، هات لي رد الفعل بتاع الارض والحيطه. بص بقى محترم، شغل الهندسه الجميل. اولا المعلم ده في النص، الوزن بيأثر، يعني دي في النص ودي في النص، يعني دي بتساوي دي. طب ما طالما ده بيوازي ده والنقطه دي اللي هي مثلا نقطه مين في المنتصف، يبقى النقطه دي برضو في المنتصف. دي هندسه اعدادي. يبقى تاني، الوزن نازل من المنتصف بيوازي الراس اللي هو الحائط، وطالما دي في النص يبقى دي في النص. ده شغل هندسه. جت بنظريه الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث يوازي الضلع الثالث، يوازي احد اضلاع المثلث ينصف الضلع الثالث. يبقى الاتنين ونص دي هتتقسم تبقى كام؟ 1 وربع. 1 وربع. حلو، ركز بقى، انا ما عنديش زوايا، عندي ارقام اضلاع، فانا كده هشتغل في المساله دي بقاعده مين؟ قاعده مثلث القوه. فانت لازم تحط القوة كلها عندك في مثلث واحد ويكونوا بيلفوا في اتجاه دوري. طب ركز كده في المثلث ده، سمي دي ه، سمي دي ج. المثلث ج ب ه ده خط الوزن، ده خط رد الفعل بتاع الارض، ده موازي لرد الفعل الاولاني. يبقى هنا ماشي ره واحد، هنا ماشي ره اتنين، هنا نازل الوزن، وكلهم بيلفوا ورا بعض في اتجاه دوري. فتقدر تقول له ان المثلث ج ب ه هو مثلث القوة. طيب عشان تقدر تشتغل لازم تجيب الاضلاع. طب تعالى كده نجيب الاضلاع. ده هو ده، فانت عندك ج ه هي أ ج. ليه؟ لان ده قائم وده بيوازي ده، يعني ده مستطيل، يعني الاتنين دول قد بعض بيساوي 3 متر. جميل، دي انا كده كده عندي، فناقصني مين بقى؟ ناقص لي ده. اجيبه ازاي؟ مش ده قائم وده بيوازي ده، يعني ده قائم، فتقدر تجيب ج ب بنظريه فيثاغورس، جذر 10 1 و2 و25% تربيع زائد 3 تربيع. تعالى كده نحسبوها بالاله. طبعا انتوا حسبتوا لي خلاص، مش هقدر احسب دي بدماغي. 1 و25% تربيع زائد 3 تربيع يساوي 13 على 4، يعني 3 و25% سنتي. حلو، يبقى ده 3 و25 من 100 سنتي. ركز بقى معايا، هتحط القوة الأولى اللي هي ره واحد على ضلعها 1 و25، هتحط القوة الثانية اللي هي ره 2 على ضلعها 3 و25، هتحط القوة الثالثة اللي هي الوزن 36 على ضلعها اللي هو 3. تجيب ره واحد بالمقص، 1 و25 من 100 في 36 على ال3 وتحسبها بالآلة عادي مفيش مشكلة. هتجيب ره 2 بالمقص، هتطلع 3 و25 في 36 برضو على ال3. واحدة هتطلع 39، 12 في 3 ب36 و12 في ربع ب4، 12 دي على ال3 فيها 12 في 3 36 و12 في 25 من 100 ب4. ممكن نحسبها بالآلة نتأكد. تعالي آلة كده اهي، 3 و25 من 100 في 36 على ال3.
يساوي 39. تمام، ما جاتش معايا ليه؟ 36 و4 ربع ال 12، ربع ال 12 3، يبقى 39 صح. الثانيه بقى دي هتحسبها برضو بالاله، هيطلع الناتج كام؟ 15. كلام جميل. تعالى كده نشوف السؤال الثاني. امتحان الجيزه امتحان عالمي في شغل. اوجد معادله الدايره اللي مركزها 2 وسالب 3 والمستقيم ر متجه بيساوي 5 و1 زائد ك في سالب 4 و3 مماس ليها. يعني انا عندي دايره مركزها 2 وسالب 3 وعندي مستقيم بيمسها، فطالما المستقيم بيمسها يعني نص القطر عمودي معاه. حلو، فانت محتاج تجيب نص القطر، فنص القطر هو البعد ما بين مركز الدايره والمستقيم. بس ده انت خدته في اولى ثانوي، كنت لازم يكون عندك الصوره الكارتيزيه او الاحداثيه لمعادله المستقيم. الصوره اللي هو مديها لك دي اسمها صوره متجهه. اول زوج اللي هو النقطه اللي مر بيها المستقيم، اللي بعد الكاف ده اللي هو ايه؟ متجه، اللي هو متجه الاتجاه بتاعه. فانت اول حاجه لازم تعملها، لازم تجيب الصوره الاحداثيه للصوره المتجهه بتاعت المستقيم. بجيبها ازاي؟ بقول له صاد ناقص صادات النقطه اللي هي 1 على س ناقص سينات النقطه اللي هي 5 بيساوي ب على ا بتاعت متجه الاتجاه، يعني 3 على سالب 4 اللي هو الميل. يعني هنعمل مقص 3 في س 3 س، 3 في 5 ب 15، سالب 4 في ص سالب 4 ص، سالب 4 في سالب 1 موجب 4. هطلع دي بره، يبقى 3 س زائد 4 ص ناقص 15 والاربعه تخش ناقص 4 بيساوي 0. يبقى 3 س زائد 4 ص ناقص 19 بيساوي 0. دي كده المعادله الجميله بتاعه المستقيم اللي مس الدايره. 3 س زائد 4 ص ناقص 19 بيساوي 0. اجيب بقى نص القطر ازاي؟ نص القطر هو البعد العمودي او طول العمود من المركز للمستقيم. بيتجاب ازاي؟ قيمه مطلقه على جذر تربيعي، برضو اولى ثانوي. بعوض بالنقطه جوه معادله المستقيم. يعني مكان السين احط 2 يبقى 3 في 2، مكان الصاد احط سالب 3 يبقى زائد 4 في سالب 3 ناقص 19 على جذر مربع معامل السين ومعامل الصاد، يعني 3 تربيع زائد 4 تربيع. تحت ب5 فوق 6 ناقص 12 سالب 6 ناقص 19 سالب 25، قيمتها المطلقة ب25. على الخمسة يطلع لك 5، ده نص القطر. بقى عندك المركز ب2 وسالب 3 ونص القطر ب5. كون بقى محترم المعادلة، مفيش أسهل من كده. س ناقص سينات المركز ب2 الكل تربيع زائد صاد ناقص الصادات، فالصادات في السالب يبقى زائد ناقص في ناقص تربيع بيساوي نق تربيع يعني 25. دي كده معادلة مين يا شباب؟ الدايرة. بالسؤال كده اللي فات نكون وصلنا لختام حلقتنا، حل امتحان محافظة الجيزة لمادة الرياضة التطبيقية الترم الأول. يا رب تكون استفدت بكل كلمة قلناها النهاردة، واشوفك على خير في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.